حاول ان هو يتحرش بيها، فقررت ان هي ترمي نفسها من العربية على سرعة 100 كيلو، وفضلت في المستشفى لمدة اسبوع وبعد كده توفت الى رحمة الله. بكرة هيكون الظهور الاول للسائق المتسبب في وفاة حبيبة الشماع. لو عايز تعرف الحكاية تابع معايا. خلال الساعات اللي جاية هيظهر السائق المتسبب في وفاة حبيبة الشماع أو فتاة الشروق في قفص الاتهام قدام محكمة الجنايات. حبيبة كانت بتستقل سيارة، وأثناء الرحلة بدأ السواق إن هو يرش مادة معطرة، فالبنت خافت على نفسها وحست إن هو بيفكر إن هو يتحرش بيها، فقررت إن هي ترمي نفسها من العربية. العربية وقتها كانت على سرعة 100 كيلو. الضحية بعد ما ألقت نفسها من العربية بدأت تتدحرج، لكن عدد من الأهالي قدروا إن هم يشيلوها ويودوها المستشفى. المتهم اعترف تفصيليا وقال إن هو ما كانش بيفكر إنه يتحرش بيها، ولما رمت نفسها من العربية قرر إن هو يمشي ويسيبها وما يساعدهاش، وقال أنا مش هودي نفسي في داهية، أنا ما عملتش حاجة. النيابة العامة قررت حبس